يا مدام هاله حضرتك اللي كنت داخله على حالتك نحاسب الفاسدين. لازم نحاسب نفسنا يعني. والبرنامج بتاعكم ده احنا بنتكلم على رمضان والعادات بتاعت رمضان. ما احنا دي عادات النظام السابق اللي احنا ما عجبناش. عادات ان احنا ندخل السوبر ماركت نشيل كل اللي على الرف. عادات ان احنا اللي بندفع. يعني احنا كنا اول يعني احنا اول الناس اللي دفعنا الناس الفاسده انها تفسد، واول الناس اللي خلينا الاسعار تغلى هو احنا. ثقافتنا احنا وتفكيرنا احنا. فاحنا لازم نحاسب نفسنا الاول قبل ما نحاسب الفاسد. خلاص عرفنا انه فاسد. طب احنا عملنا ايه مع نفسنا؟ ولا حاجه. بهدلنا بلدنا، بوظنا شوارعنا. الكره اللي جوانا. يعني انا الحمد لله ان رمضان جاي مش عشان صيام لربنا وبس، عشان نتقي الله في بعض وفي بلدنا وفي نفسنا وفي نزول ميدان التحرير على الفاضيه وعلى المليانه. خلاص الدنيا باظت والناس مش قادره تفهم كده. وهي الوشوش اللي بتطلع في البرامج ارجوكوا انتوا برنامج انا يعني بجد ما تتصورش. انا يعني انا بحترم البرنامج بتاعكم عشان احنا محتاجين نهدى ومحتاجين نسمع ونشوف ناس غير بقى اللي بنشوفها في كل الفضائيات اللي بتشحن. وعلى فكره الاعلاميين اللي ظهروا في النظام السابق وكانوا ابواق للنظام الفاسد هم النهارده بيتكلموا عن الثوره وجمال الثوره و25 ارحمونا بقى. هم دول من النظام اللي قبل كده. وخلاص بقى ما هم كمان حقهم ينعزلوا. مش هقول يتحاسبوا، ينعزلوا. فاحنا اللي بنغلي الاسعار. احنا بتوع مصر، شعب مصر. احنا اللي بنخلي الفاسد يبقى فاسد. احنا سيبناهم كتير. احنا اللي سيبناهم 30 سنه مش هم اللي قعدوا 30 سنه. هو النقطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها واضحه. احنا بس يعني ايه عشان مرتبطين ان دلوقتي ميعاد موجز الانباء عندنا. اولا انا بشكر حضرتك جدا على اتصالك بينا، وطبعا شيء يسعدنا ويشرفنا ان اول مكالمه لحضرتك على الاطلاق في اي برنامج ان هي اختارت برنامجنا. طبعا ده شيء يسعدنا ويشرفنا. واحنا دلوقتي نروح على الموجز. ونشكر دكتور عمرو. احنا يعني وقتنا انتهى. وبشكركم جدا. واخر حاجه بس عايز اقولها مش هاخد دقيقه. ان احنا في علوم التنميه الذاتيه السيلف ديفلوبمنت احنا مدربين ولايف كوتش مستشارين للافراد وسيرابيست معالجين. حضرتك العادات الجديده احنا ممكن بنثبتها لحد في جلسات ما بتاخدش يومين. لا احنا هنتكلم بعدها في فقره ثانيه ان شاء الله. انا سعيد بلقائي معاكم واول زور معانا، وان شاء الله الحاجه الاكيده اللي هتكون معانا كتير. وزي ما هو قال رمضان مبارك. لا نقول نهار جميل علينا في رمضان ان شاء الله. هنقول رمضان كريم علينا باذن الله ان شاء الله. وشكرا لمدام هاله على كل الكلام الجميل اللي قالته. بنشكرها جدا. اسمحوا لنا نروح للفاصل ده ونرجع بعد الفاصل مباشره. ما تروحوش في اي حته.